السلام عليكم. الفيديو اللي فات احنا جبنا الاليمنتس بالشكل ده. خلونا بس نفتح ده بشكل كويس. رحنا جبنا كل البوتونز اللي هي واخده كلاس edit، اللي هي البوتونز دي جبناها هنا، اللي هي واخده كلاس edit جوه الفانكشن دي، ورحنا عملنا لوب عليهم، عدينا على كل واحد فيهم، جبنا البوست بتاعه اللي هو البيرنت ده، جبنا منه التايتل، جبنا منه السورس بتاع الصوره، جبنا منه الديسكريبشن. في الفيديو ده هنبدا نابند الداتا، كل حاجه في مكانها في الفورم. احنا هنا عملنا تكست كونتنت، لكن الاحسن ان احنا نستخدم انر تكست، انر تكست بالشكل ده. وخلونا ان احنا انر تكست علشان ما يكونش فيه اي سبيسز. انر تكست خلونا نتاكد منها. لو رحنا هنا عملنا تعديل هتلاقوا ان المراد الكلام جاي لي من غير اي سبيس، عكس تكست كونتنت لو عملنا تعديل هتلاقوا ان في سبيسز، وهي في اسلوب ان احنا نحلها، لكن خلينا نروح للانر تكست. دلوقتي اللي انا هعمله ان انا هروح اجيب التايتل ده، احط فيه الفاليو بتاعته، احط فيه الكارد تايتل، الايمج احط فيها الكارد ايمج، الوصف احط فيه الكارد ديسكريبشن، وخلصنا. هروح اجيب الكلام ده، هقول له هنا فورم تايتل وفورم ديسكريبشن وفورم ايمج، هقول له هنا فورم تايتل دوت فاليو هيساوي الكارد تايتل، فورم ديسكريبشن دوت فاليو هيساوي الكارد ديسكريبشن، وفورم ايمج دوت فاليو دوت فاليو بتساوي الكارد ايمج بالشكل ده. وخلونا نشوف، نعمل هنا تعديل زي ما انتم شايفين، كلام جميل. هعمل هنا ريلود، هضيف واحد جديد علشان كالعاده نشوف المشكله بتاعتنا. هضيف واحد جديد بالشكل ده، اقول له 2 والوصف 2 حفظ. هدوس تعديل مش هيعمل اي حاجه. ليه؟ لازم بعد ما اضيف اليمنت جديد اخليه يروح يجيب كل الاليمنتس تاني ويعدل عليها. ده مش احسن اسلوب، بس ده اللي احنا متعلمينه دلوقتي. طيب دلوقتي هضيف هنا 1 2، هضيف رابط الصوره بالشكل ده. هعمل بس حاجه صغيره، رابط الصوره ده رخم شويه لان انا كل مره بروح اجيبه، فانا هاجي اثبته هنا كفاليو في الصوره. هثبت الفاليو بتاعته، فاليو هثبته بس هنا علشان يكون موجود كده، بدل ما كل شويه اروح اجيبه. رخم يعني. احنا كده في الديفلوبمنت انت سهل نفسك الدنيا يعني، وانت شغال ثبت حاجات بحيث ان انت تجرب بسرعه. حتى انا هنا عندي هنا الاكستنشن دي اسمها هقف لكم بس عليها، اسمها فيل انبوتس. فيل انبوتس بتدوس كده تروح ماليه لك الانبوتس لان انت عايز تجرب بسرعه. طيب هنا هحط 1 1 2 2. المره دي شغلت الفانكشن بتاعت الايديت، حطيتها، هعمل تعديل هيشتغل بالشكل ده. كده احنا حطينا الفاليوز في مكانها. باقي بقى فكره ان احنا لما ندوس على الزرار ده نقول له عدل، ما نقولهوش نقول له عدل، ما نقولهوش ضيف. ده اللي هنتكلم فيه في الفيديو الجاي ان شاء الله.